عمرك سألت نفسك ليه في ناس فجأة بتختفي من السوشيال ميديا من غير خناقات ومن غير بوست وداع؟ فجأة بيختفوا، والغريب إن بعد ما بيختفوا بيبان عليهم إنهم أهدى وأوضح وأكتر راحة. علم النفس بيقول إن الناس دي مش بتهرب من العالم، لكنها أخيراً بدأت تصحى منه. تعالوا نفهم إيه اللي بيحصل جوه عقل الشخص اللي يقرر يمسح السوشيال ميديا، وليه القرار ده بيقول حاجات كتير عن تطوره النفسي. أولاً، قيمتهم لنفسهم بقت أكبر من إن الناس تحددها. في لحظة معينة اللايكات والفولورز بيبطلوا يحسسوا الشخص بأي قيمة. علم النفس بيسمي ده التعود النفسي، يعني المخ بيتعود على أي متعة مع الوقت لحد ما تبطل تفرق. بالنسبة للناس اللي بتمسح السوشيال ميديا، الموضوع مش ملل، لكنه نضج نفسي. قيمتهم بقت طالعة من جواهم، وما بقوش محتاجين شاشة تقول لهم إنهم مهمين. ثانياً، تركيزهم بقى أغلى بكتير. الناس الواعية واللي عندها إدراك لنفسها بتيجي عليها لحظة تحس إن كل الضوضاء دي بقت مكلفة. المخ عنده قدرة محدودة على التركيز، وكل سكرول بيطلق جزء من انتباهك. وفي المقابل، التركيز والإبداع والراحة بيقلوا. الناس اللي بتمسح السوشيال ميديا مش بتهرب، هي بس بتوجه طاقتها لحاجات تستحق، زي التعلم والإبداع والتفكير. ثالثاً، بقوا رافضين إن التطبيقات تبرمجهم. معظم الناس مش واخدة بالها إن السوشيال ميديا بتدرب مخك بنفس طريقة مكانات القمار. علم النفس بيسمي ده التعزيز بالمكافآت غير المتوقعة. دفعات دوبامين بتيجي بشكل عشوائي وبتخليك ترجع تفتح التطبيق مرة بعد مرة. الناس اللي بتمسح السوشيال ميديا غالباً بتكون واعية بالطريقة دي، وحذف التطبيقات بالنسبة لهم مش تمرد، لكنه تحرر من البرمجة دي. رابعاً، بقوا بيقدروا الخصوصية والحدود الشخصية أكتر. في اتجاه نفسي منتشر اسمه التقليل الرقمي، وده لما الشخص يدرك إن مش كل حاجة في حياته محتاجة جمهور. الناس اللي بتمسح السوشيال ميديا غالباً بقت تفضل الأمان النفسي على الظهور، وفهمت إن السلام بيكبر مع الخصوصية، وإن الغموض أوقات بيكون قوة في عالم متعود يشارك كل حاجة. ولو في يوم حسيت إن نفسك تمسح كل حاجة وتبدأ من جديد، فده مش معناه إنك ضعيف. ممكن يكون معناه إن عقلك محتاج الوضوح أكتر من الزحمة، والحقيقة أكتر من الترندات. ولو بتحب تستكشف علم النفس والذكاء العاطفي والطريقة اللي الناس بتفكر بيها فعلاً، اعمل اشتراك في القناة، لأن فهم العالم بيبدأ من فهم نفسك.